وهكا اجي تشوف التراث ديالكم. هذا هو التراث ديالكم اللي خاصكم تفتخروا به. التراث العثمانيين شوف اش خلاو لكم، وخلاو لكم طبيعه خايبه ديال الهزان. الكتف، لا ماشي الكتف، البوط. تفرج تفرج. هذا هو التراث ديالكم، هذا هو التراث اللي خاصكم تفتخروا به. شي حاجه اخرى بعيده عليكم. بعدوا على المروك، بعدوا على المروك، بعدوا على المروك، راكم غاديين الله والله، راه غيخليوكم بلا سروال من سخط الوالدين. بعدوا على المروك خوتي. بلا ما نطول عليكم، نجي نشوفوا بنس ديالها كاعي طالع عليه الدم، ما عرفش مالو، واقيلا باقي ما مخلصينوش الكابرانات. بعض المرات انا كنقول كنشوفو كيعير في المغرب، كنقول راه هو العميل ديالهم، عامل ديال العسكر، وشويه كيولي يعير في العسكر، ما فهمنا فيه والو. ولكن انا كنظن باقي ما مخلص. نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالهم. لقاء فاشل، لقاء فاشل بما للكلمة من معنى. لماذا؟ لأنه في هذا اللقاء أو في هذا الندوة أو الدورة الرابعة لهذا المعرض الإفريقي لم يحضر أي رئيس دولة اقتصادية كبرى، لأن الدول الاقتصادية في إفريقيا اللي المفروض تحضر من هي؟ مصر كقوة اقتصادية، جنوب إفريقيا، نيجيريا، إثيوبيا، رواندا، كوديفوار، ساحل العاج، الكاميرون. يعني هذه الدول إفريقيا الوسطى، هذه الدول الاقتصادية الكبرى، غانا، غينيا، هذه الدول الإفريقية الغنية بالثروات ودول يعني اقتصادها قوي لم تحضر. لم يحضر زعمائها. ممكن حضروا ممثلين تاع تجار ولا هذاك موضوع آخر، لكن حبيت نقول من الجانب السياسي، لأنه من الجانب الاقتصادي سنرى نتابع بعد أيام ما هي النتائج، ما هي نوعية المعروضات، ما هي من نوعية المعروضات اللي جات، وما هي الدول التي شاركت وبأي منتوجات شاركت في هذا المعرض. لكن من الناحية السياسية ومن الناحية الشكلية للأسف الشديد اللقاء فاشل. منظم هذا اللقاء الدورة الرابعة هو البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اللي مقره القاهرة. يعني الأموال الدراهم كامل كي يدخلوا والبيع والشراء كله في القاهرة. من المفروض أول واحد يحضر ويكون في الصف الأول من هو الرئيس المصري السيسي، لأنه هو المستفيد من البنك. أكبر دولة مستفيدة من هذا البنك وعائدات البنك وفوائد البنك وعمال البنك، لأنه البنك هذا في القاهرة العمال تقريبا 80% من العمال في البنك إطارات وعمال مصريين. ممكن جايبين زوجة 3 ولا 10 ولا 20 من دول إفريقيا، لكن 80% العساسين والشوفر والباتيمو والتريسيتي وكذا كلها لمصر، لأنهم يخلصوا تريسيتي وماء وكهرباء وسموه انترنت وكذا، والباركينج والعساس والبواب وكذا والفول والطعامية والعدس وكذا كلها مصرية. إذن من المفروض مصر هي أول من يحضر، لأنه الرئيس المصري أو القيادة المصرية حضرت في اللقاء الأول في 2018 في القاهرة طبعا، الثاني في جنوب إفريقيا حضروا لأني تابعت النشاط، الثالث في القاهرة حضروا، والرابع في الجزائر ما حضروش. معرض إفريقي لا تحضر فيه مصر ولا تحضر فيه جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا ورواندا والسنغال وكوديفوار، اسمح لي هذا لقاء فاشل، معرض فاشل. المعرض اللي يحضر فيه موريتانيا اللي ما عنده والو من غير الحوت، الصحراء الغربية اللي ما عندهمش مازال، تونس اللي عنده الكفتاجي وعنده وش عنده الهريسة والكفتاجي، وليبيا اللي ما ليبيا البارح كان مدوس المنفي هذا مع الدبيبة، الدنيا واخذة بيناتهم. اصلا ليبيا من هو الرئيس؟ دبيبة ولا حفتر ولا من المنفي ولا مش فاهم شكون الرئيس؟ يعني كي تحضر ليبيا وشكون هو اللي يمثل ليبيا؟ هل هذا المنفي ولا يمثل ليبيا؟ لا،
شكليا، لكن في الحقيقة الحاكم الفعلي في ليبيا كاين زوج، الدبيبة شاد الغرب وحفتر شاد الشرق، والصراع بيناتهم ودخل بيناتهم هذا المنفي. نفس الشيء لأنه فترة حكم أو عهدة الدبيبة انتهت وما حبش يروح، راهم في صراع مشاكل. البارح متكاتلين، ينعل جدك ينعل بوك، اليوم حاضر في الملتقى. بكل صراحة الحضور ضعيف، عدم حضور رئيس جنوب إفريقيا أو الرئيس المصري أو رئيس نيجيريا أو إثيوبيا أو كوديفوار أو السنغال أو غيرها أثر بشكل كبير في نجاح هذا الملتقى اللي لحد الآن من أنا حبيت ننتقد ونعطي هذا الصورة، لأنه إعلام الزريبة حب يفهمنا باللي هذا ناجح، ملتقى ناجح وحاجة كبيرة والتجارة البينية الإفريقية قمة. أنا نقول لهم راكم غالطين، الريح في الشبك، الريح في الشبك ما كان والو. لأنكم لو كان شديتوا فامكم وفوتوها نورمال وعادي جدا نفرحوا ونقولوا حاجة مليحة، بصح باش تكذبوا علينا تقولوا لنا بلي حاجة كبيرة نقول لك لا، راك غلط، راك غلط على طول الخط. إعلاميا فاشل، بروتوكوليا فاشل، سياسيا فاشل. لم يحضر قادة الدول الإفريقية الكبرى، ما حضروش للأسف الشديد. الآن فيه واحد النقطة تكلم وجنيفيا وشني علاه تصبح على خير، واش كان؟ تكلموا جنيفيا على واحد النقطة، على خلفية حضور رئيس تشاد. رئيس تشاد لماذا حضر؟ لأنه نفتح قوس، الجزائر قدمت دعوات رسمية لكل رؤساء الدول الإفريقية بدون استثناء. يعني الرئيس عبد المجيد تبون أرسل دعوات لحضور هذا اللقاء لكل الرؤساء، يعني لم يستثني أحد. كل أعضاء الاتحاد الإفريقي أرسل لهم رسائل: يشرفنا حضوركم، يشرفنا حضوركم، يشرفنا حضوركم. اللي حضروا هم بينين قلنا ليبيا، تونس، موريتانيا، الصحراء الغربية وتشاد. يعني الرئيس الإفريقي الوحيد الذي حضر هو تشاد. أقول جيدا الرئيس الإفريقي الوحيد، لأنه باقي الدول دول شمال إفريقيا، دول عربية شمال إفريقيا اللي هي موريتانيا، الصحراء الغربية، تونس وليبيا، هذه دول إفريقية حضرت. يعني كبروا بنا لأننا في علاقات خاصة، كبروا بنا، لكن الدول الإفريقية لم يحضر أي رئيس. الرئيس الوحيد الذي حضر هو رئيس تشاد. لماذا حضر رئيس تشاد؟ رئيس تشاد وجدها فرصة من ذهب، لأنه عبده قال واحد الكلام فيه تغليط، مانيش عارف واحد اجتهاد من راسه قالوا. وجنيفيا بعث له قبيل قال لي مع المولود، ما فهمتش قسامونا مع المولود هذا وشنو هي. وجنيفيا عبده سمار انت مع المولد النبوي، قال لي مع المولد النبوي ودايرين الشخشوخه وكذا، تسمى حب يغيرني، انت راك ماكش محتفل بالمولد النبوي هنا. اذا هاني نجاوبك عبده سمار بعد كسمع الفيديو. حبيت ان نسأله نقول شكون اللي غلطك، لانه قال واحد الكلام فيه مغالطه، قال انه رئيس تشاد حضر، اذا فيه تقارب جزائري بالمغرب وكذا، لانه تشاد تعترف بمغربيه الصحراء وعندهم ممثليه او قنصليه في الداخله. وبالفعل تشاد للاسف الشديد عندهم ممثليه في الداخله الصحراويه ويعترفون بمغربيه الصحراء، يعني هم ضد الصحراء الغربيه، لكن حضروا كفايه. يعني الجزائر هي بدات لا، ما عندهاش علاقه. الجزائر قدمت دعوه لكل الدول الافريقيه، حضر رئيس تشاد. لماذا حضر رئيس تشاد؟ حضر لأن تشاد تعيش أزمة داخلية منذ 2021. كاين منظمة انقلابية، المنظمة مسلحة اسمها فاكت. هذه المنظمة اللي هي اسمها فاكت هي التي تقف وراء اغتيال والده أبي، هذا الرئيس اللي راه الآن في عمره الآن تقريبا 40 سنة، 39 40 سنة، شاب، رئيس شاب، اللي هو هذا في الصورة وراني هذا الرئيس، هذا الرئيس تشاد حضر لأنه هذه منظمة فاكت اللي هي منظمة مسلحة
هي التي تقف وراء اغتيال الوالد نتاعو أبوه في 2021. كانت تتخذ من جنوب ليبيا مقرا لها. ثم كانوا شمال تشاد جنوب ليبيا كانوا دايرين المعاقل تاعهم ثم ويحضروا للانقلاب على هذا الرئيس. هي حركة متمردة مسلحة كان نشاطها في التراب الليبي، وكانت تحضر في عمليات كذا، يحضروا في انقلاب باش يديروا انقلاب على هذا الرئيس التشادي. قبل أشهر صار فيه تحالف ما بين هذا الرئيس تشاد وقوات حفتر صار بيناتهم اتفاق وتقارب أدى إلى طرد هذه المجموعات المسلحة، طردوهم من جهة ليبيا، والآن راهم هربوا إلى المنطقة الغربية، وهم الآن متواجدين على الحدود الجزائرية، على حدود الجزائر ليبيا النيجر موزعين. لكن تشاد متخوفين من وصولهم إلى الجزائر، ويقول لك الجزائر تدعمهم كمجموعات مسلحة وتستعملهم يعني هما هذا التصور تاعهم. رئيس تشاد يتخوف من دعم الجزائر لهذه الحركة المتمردة المسلحة اللي هي فاكت. إذا هذا السبب اللي جاء يستغل الفرصة باش يقول تبون يا سي تبون جماعة راهم حاوزوهم من ليبيا جماعة حفتر، إذا يعني حاول كيفاش أنت ما تعاونهمش وعاونني باش نقضيو عليهم. هذا هو السبب. يعني موش سبب أنه جاء باش يقضي صوالحه، هذه الحقيقة. وهذا هو التحليل السياسي والأمني والاستراتيجي اللي لازم يتقال. رئيس تشاد جانا لأول مرة ما نعرفوه ما يعرفنا وجاء حضر باش يقضي صوالحه في قضية الجماعات المسلحة المتمردة فاكت التي اغتالت أو التي تقف وراء اغتيال والده في 2021. هذا هو السبب الذي جعل رئيس تشاد يحضر. أما باقي رؤساء إفريقيا واحد ما حضر للأسف الشديد. أقول للأسف الشديد، أنا تمنيت من إعلام بلادي الرسمي وصناع القرار بعد ما شافوا الحضور الخافت ينقصوا، لأنه لو كان حضر رئيس السيسي ورئيس جنوب إفريقيا ورئيس نيجيريا ورئيس إثيوبيا ورئيس رواندا ورئيس كوديفوار، هذه الدول العظمى الإفريقية لو حضروا، نعم احنا في هذه الحالة نقولوا لقاء ناجح ولقاء في القمة وقوة اقتصادية وكذا وكذا. لكن يحضر لنا رئيس موريتانيا حاشا نعمة ربي، ورئيس تونس مع فائق الاحترام والتقدير بقولوا أشهر قليلة ويقربعوه، ورئيس ليبيا اللي ماناش عارفين وشني مستواه، رئيس بلدية ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة، مش عارفين خدمته أصلا. لحد الآن من في هذا مش فاهم وشني قصته وشني دوره. رئيس مجلس الرئاسي وش مجلس رئاسي؟ دبيبة واحد وحفتر واحد وانت في الوسط شاد العصا من الوسط مش فاهمين. ورئيس الصحراء الغربية اللي حبيبنا في التندور. من هو الزعيم القوي الذي حضر إلى هذا الملتقى؟ دايرين هيلولة بلا هيلولة. أوكي، الآن نتكلم على الجانب الاقتصادي. الجزائر وش فايدتها في إفريقيا؟ حجم التبادل التجاري، اسمعوني مليح، حجم التبادل التجاري ما بين الجزائر وكل إفريقيا، دول إفريقيا كلها، حجم التبادل بيننا وبينهم 2% من اقتصادنا. يعني احنا تبادل تجاري مع العالم 98%، مع العالم 98%، مع إفريقيا كلها، إفريقيا كل 2%. يعني إذا كان درنا تجارة بيع وتصدير واستيراد في العام 50 مليار مثلا، مع إفريقيا عندنا مليار واحد، عندنا مليار واحد، 2%. في 100 مليار عندنا 2 مليار، في 50 مليار عندنا مليار إفريقيا كل. وهذا المليار مع إفريقيا فيها أكثر من 70%. خلوني سجلتها هنا، عندنا 70% من هذه 2%، 2% اللي هي مليار
تخيلوا مليار مع افريقيا كلها. عندنا 700 مليون دولار، يعني مليار دولار مع افريقيا، 700 مليون دولار مع تونس، يعني افريقيا كلها عندها 300 مليون. في المليار عندنا 700 مليون مع افريقيا مع تونس. تونس وحدها مادة 700 مليار 700 مليون استغفر الله 700 مليون دولار. 300 مليون دولار اللي بقات من المليار كل افريقيا، كل دول افريقيا عندنا 300 مليون. وفي هذه 700 مليون دولار مع تونس فيها 97% اللي هي حوالي 600 مليون ونص ولا اكثر محروقات. يعني باقي 10 مليار ولا 15 مليار ولا ما تلحقش، شحال قلنا من 700 مليون 600 وكذا، باقي 30 مليون مثلا، 30 مليون دولار موزعه ما بين الهريسه والخرشف والكوكا وكذا كذا. لكن 97% كلها محروقات، غاز وبترول مع تونس. اذا عندنا 70% من 2% لتونس، يعني علاقتنا مع افريقيا كلها 0.0000. الآن نطرح سؤال آخر: ما هو حجم التبادل التجاري ما بين الجزائر وفرنسا فقط؟ الجزائر مع فرنسا وشنو؟ حجم التبادل الجزائري ما بين الجزائر وفرنسا 20%، يعني في 50 مليار عندنا 10 ملاير مع فرنسا ومليار مع افريقيا، 10 ملاير مع فرنسا ومليار واحد مع كل افريقيا بما فيها تونس وليبيا والمروك كل. حجم التبادل ما بين الجزائر وفرنسا 20% في هذا العام 2024-2025. حجم التبادل ما بين الجزائر وفرنسا عندنا اشترينا من عندهم 9 مليار دولار. 9 مليار دولار اشتريناها من فرنسا وحدها اشترينا من عندهم 9 مليار دولار، وبعنا لهم غاز وبترول وبعض الخدمات 12 مليار دولار. فرنسا اللي حب رزيق يقطع دابر فرنسا ويحبس التجارة مع فرنسا بعنا لهم 12 مليار دولار، يعني 12 سنة 12 عام وإحنا نخدموا مع إفريقيا ليل ونهار ما نلحقوش في عام واحد مع فرنسا. ثم يجيك واحد بخنونة منتن يقول لك قطع دابر فرنسا مع قطع دابر فرنسا ونقطع العلاقات معه. يا زايلة، أنت مع فرنسا راك عندك 20%، راك تبيع لهم 12 مليار دولار وتشتري من عندهم 9 مليار دولار، بمعنى أنك راك رابح 4 أو شحال، راك رابح 3 مليار دولار. 3 مليار دولار نديناها من فرنسا، بعنا لهم 12 مليار وشرينا من عندهم 9 مليار، يعني الفايدة عندنا 3 مليار رانا ربحناهم. شرينا من عندهم خدمات وأمور 9 مليار دولار، لكن احنا بعنا لهم 12 مليار دولار. إفريقيا هذا لك داير عليها هيلولة، عندنا معاهم 2%، فرنسا 20% وإفريقيا كلها 2%. من 2% عندنا 70% على تونس. اش نقول لكم أغبياء؟ هذا التفكير الباديسي النوفمبري، هذا التفكير الأغبياء السذج الإسلاميين اللي مدخلين البلاد في حيط. يتكلم لك بمنطق، يتكلم من كرشو، هذا الزوير يتكلم من كروشهم، يعطي لك كلام اللي مش منطقي. احنا راح نقتحموا افريقيا. هاك اقتحم تربى افريقيا، واش راح تبيع لهم؟ هاك 2%، واش راح تبيع لهم انت افريقيا؟ واش راح تصدر لافريقيا؟ واش راح تستورد؟ انا لست ضد فتح ابواب على افريقيا، ولكن بعقلانيه بمنطق. واش رايح تبيع لافريقيا؟ واش راح تشري من افريقيا؟ اوكي، اخدم مع افريقيا، ولكن ما تربحش العيب الدول الاخرى، سواء فرنسا واسبانيا او ايطاليا، هذه دول عظمى. حجم التبادل ما بيننا وما بين فرنسا وحدها 20%. 20% معناتها اذا كان خدمنا 100 مليار في العام، عندنا 20 مليار مع فرنسا وحدها. اذا كونوا عقلانيين، كونوا منطقيين. كي نقولوا الكلام هذا يقول لك انتم حزب فرنسا وخايف من بنزدي راهو قاعد في فرنسا تما وخايف من روتايو باش خايف يرحلوه ولا يدخلوا الحبس وشيء فرنسا. يا زايله نعطيك في ارقام يا حمار يا بغل، نعطيك في ارقام ونتكلم معاك بمنطق. مانيش ضد افريقيا، بصح افريقيا عندنا 2% وفي 2% 70% منها في تونس. بصح فرنسا كلبه بنت الكلب، العدو الاستعمار اللي ما يسواش بصله، عندنا معاه 20% اللي هي 12 مليار دولار بعناها لهم، 9 ملاير باعوها لنا. اذا يا زايله يا حمار يا باديسي نوفمبر يا بغل، خمم منطق. لا توجد عداوه دائمه ولا توجد صداقه دائمه،
بل توجد مصالح دائما. أنا مصلحتي وين؟ مصلحتي أنني نبيع لإفريقيا؟ نعم، إذا نتعامل بهذا المنطق. نعاود نطرح السؤال: لماذا غابت مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا اللي هو ذو أكبر اقتصادات في إفريقيا؟ أكبر اقتصادات في إفريقيا هي 3 بالإضافة إلى الجزائر: مصر، جنوب إفريقيا، ونيجيريا والجزائر. هذا هو أكبر اقتصادات. ثم تأتي إثيوبيا، رواندا، السنغال، وسموها كوديفوار. هذه الدول ما حضرتش، لم تشارك، يعني كزعماء لم تشارك. التقييم السياسي التجاري مانيش عارف، غدوه نبداو نشوفوا المعارض بماذا شاركت مصر وبماذا شاركت جنوب افريقيا، لكن من الناحيه السياسيه بصراحه فشل ذريع. اذا علينا ان نعيد حساباتنا، علينا ان نراجع حساباتنا ونتكلم في الشيء المنطقي الذي يخدم مصلحه بلادنا. الكرنفال هذا نتاع رانا دوله اقليميه ودوله محوريه ودرنا وكذا ما كان والو، لا ينفع، الريح في الشبك. تكلمونا بمنطق الرابح والخاسر، ماذا استفدنا من هذا الكرنفال وماذا خسرنا. المعلومة الأخرى اللي حبيت نقولها أنه رئيس تبون يقول أنه الجزائر مسحت ديون 14 دولة إفريقية بمبلغ وقدره $1,500,000,000 خلال الفترة السابقة. أي خلال فترة ماذا؟ خلال فترة بوتفليقة، لأنه الذي مسح ديون 14 دولة إفريقية هو رئيس بوتفليقة وليس تبون. تبون ما مسحش مازال، تبون ما سمعناش، إلا إذا كان مسحتوا ديون تحت الطابلة ما على بالناش، هذيك حاجة أخرى. لكن ديون اللي انتقدها وزير الخارجية أحمد عطاف، قال باللي مسحوا ديون وخافوا كذا وكذا، هذه الديون التي مسحها الرئيس الراحل بوتفليقة ل 14 دولة إفريقية. من بين 14 دولة إفريقية اللي سمحنا لهم في $1,500,000,000 حضر 11 دولة فقط. أين هي 3 دول الأخرى اللي مسحنا لهم الديون؟ علاش ما حضروش؟ معناتها هنايا تقلص في العلاقات، يعني فشل. 14 دولة سمحنا لهم في الديون. من المفروض منطقيا على الأقل هذو 14 دولة اللي سمحنا لهم الدين على الأقل يحضروا. عيب قال يا ودي الجزائر هذه دولة سمحت لنا في الديون وناس ملاح وفحولة ورجولة وكذا، يا والله نروح من باب الرجل نروح نحضر. ما حضروش. 11 دولة اللي حضرت بما فيها طبعا قلنا ليبيا وتونس وكذا، هذو 11 دولة اللي راهم شاركوا في المعرضة، اللي جاوبوا زعماء تاعهم اللي راهم هنا في اللي هنا في الصورة وراهم. لا ما همش هذو، نهضروا على لا هذه هذه الدول اللي حضرت. الدول اللي حضروا هذو يعني الوفود الرسمية، كاين 11 وفد رسمي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هذو 11. وما نهضرش على هذوك الاخرين اللي ممثل البنك وممثلة الجزائر وممثلة كذا. حتى لهنا خوتي نكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو، واللي ما مشتركش معنا يشترك ويفعل خاصية الجرس باش يتوصل ديما بالجديد ديالنا. وشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. تهلاو.